في الفيديو ده هقيم تشكيلة من أحد المتابعين، وده هيكون الجزء الأول من سلسلة تقييم التشكيلات. لو حابب أقيم تشكيلتك في الفيديو الجاي دوس لايك واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أولاً، الأسلوب والمدرب. الأسلوب هو الاستحواذ، ومع مدرب زي كرويف فأنت في الاتجاه الصح. كرويف من أفضل المدربين اللي بيحبوا يمسكوا الكورة ويبنوا الهجمة بهدوء، وبيعرف يخلق مساحات بشكل ممتاز. ثانياً، الخطة المستخدمة هي 4-2-2 والرابعة، ودي بتشتغل كويس مع الاستحواذ، خصوصاً لو بتعتمد على اللعب على الأطراف. بس لو حسيت إنك بتخسر نص الملعب أو الخصم بيسيطر بسهولة، أنصحك تجرب 4-2-3-1، هتديك توازن أفضل وهتخلي عندك صانع ألعاب واضح في النص. ثالثاً، اللاعبين الأساسيين ممتازين وفيه تناغم بينهم. الدكة كمان كويسة، لكن في نقطة لازم تاخد بالك منها: مفيش مدافعين في الاحتياط، ودي مشكلة. لو حصل طرد أو إصابة، حاول دايماً يكون عندك مدافع أو 2 على الأقل في الدكة. الخلاصة: التشكيلة منظمة، والمدرب مناسب، والخطة شغالة، لكن محتاجة تعديل بسيط في الدكة. تقييمي للتشكيلة دي 8 من 10.